ليس جديدا على البشرية أن تتأثر وتستلهم أفكارا وأفعالا وسلوكيات من ظواهر بشرية تعاصرها، ويزيد التأثر إلى حد التقليد الأعمى في الأصغر سنا، لأن الظاهرة عادة تكون من سنهم، فهي مفعمة بالطاقة والخصوبة والحياة. برزت العديد من الشخصيات أثرت بقوة في مجتمعاتهم، فغيروا في أماكن انتشارهم، وبقي صيتهم يراود أذهان متابعيهم، وأرسوا أنماطا للعيش جديدة: لباسا، تحية، حركات ووقفة وكلمات. وضعوا معاجم تخصهم ومفاتيح تعكسهم. كان في القديم الشعراء فلتة عصرهم، كما كان أبطال الحروب والملاحم، ثم كان بعضهم ثائرين مثل جيفارا، أو فنانين مثل مايكل جاكسون، أو ممثلين مثل توم كروز، أو لاعبي كرة قدم مثل كريستيانو رونالدو حاليا. الراب هو المثل النموذجي لذلك التأثير والتأثر في الشباب التونسي. أخذ الراب أقبح صفات هذا الشعب وطورها، بل وطبع معها وجعلها معيارا لأن تكون تونسي. خرج الراب من رحيم مجتمع ركيك وزاده ركة وبذاءة وسوء أدب، بل وقلة رجلة. أصبح الهجاء جهرا سبا للأم والأخت والمحارم، يسب ذكر من هؤلاء أم ذكر آخر، ويذكر عورتها وينال من شرفها أمام ملايين المشاهدات. يرد الآخر بالمثل وتستمر اللعبة، لعبة الأمهات العاريات، عاريات لكنهن بالإبداع الفني، فهو يسمى كلاش، ويمكنك أن تقول ما تشاء. الكلام البذيء يقوله غالبية الناس في تونس، ولكنه أصبح إبداعا عندما تتأسس أغنية كاملة على وجوده والتفنن في سياقته وقوله، أن يصبح إبداعا وعلامة فنية ناجحة تجلب الشهرة والعلو والجاه، فقد صار غاية ومطلبا وفضيلة، بل صار مأساسا من أسس النجاح، بعد أن كان ركنا من أركان الفحولة حتى قبل الراب. وبذلك استسهل الفن، ورأينا مخنثين أشباه الذكور للرجال يتغنون بألفاظ بذيئة لتظهر عليهم القوة والفحولة والشراسة، والغريب أنه ينجح في ذلك في أعين أشباهه من المائعين. لعل بعض الأماكن من الأرض مثل فلسطين تظهر لنا معادن الرجال وفرسان الصبر، ولعل بعض المواقف في حياتنا اليومية تكون امتحانا ليبرز رجل، ولعل المعاشرة كفيلة بذلك، كفيلة بأن تبين الغث من السمين. لكن لا خلاف أن مقومات الذات اختلفت، وأصبحت بسبب عدة أمور، وأبرزها بروز هذا الشباب المائع تنبني على معايير أخرى، كوقفة متمايلة مثلا، أو حكة للعضو الذكري، أو إظهار اللامبالاة في النظرة والتصرفات، أو في استهلاك عدة مواد مخدرة. كيف لا؟ والنجوم الذين يتبعونهم ويتبعونهم يقولون لهم بصريح العبارة أنهم مزاطيل، أو مرضين شيخ بالبرشا، أو أنا نعيش معهم بارانويا. جيل كامل يردد ويفتخر أنه في حالة الوهام، أي أن جيلا كاملا يتغنى بمرض، جيلا كاملا يفتخر أنه غير واع. تحدثت مع طبيب صديق متخصص في علم الجنس، وسألته عن أكبر نسبة ترتاد عليه من المرضى، فعرض لي بعض الأمور المتواترة، وأوزع العجز الجنسي عموما إلى عوامل أكثرها التدخين الذي يعتبر أمرا معتادا، وأردف أن كثرة استهلاك المخدرات زاد من تعكير الأمور، وجعل الشباب في طامة عظيمة، فكثير منهم لا يقدر على فعل شيء إلا بالاستعانة بالمنشطات، وإن فعل دون ذلك فمردوده هزيل جدا. المخدرات التي كانت حكرا على فئة من الذكور قديما أصبحت للشباب فخرة وعادة، بل لم يستهلكها اعتبر ناقصا في أعينهم، ذكرا كان أم أنثى، ناقصا للقوة والفحولة والقدرة. ربما ساء الذوق وتشوه إلى درجة أن إقناع شاب بحالته الركيكة المائعة أمر شبه مستحيل، وقد نحتاج في بعض الأحيان أن ننظر لهؤلاء حتى نتذكر من نحن. في غزة قاعدين الناس بتموت من الجوع، وفي رفح الناس قاعدة بتنام وهي بتنحرق، وفي الوسط الناس بتموت من القصف وبتصبع على القصف.